اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت لكم اهو بمنظر جميل ومنظر حلو يفتح النفس كده. اول حاجه بقى هنعمل كوب كيك كنافه. تمام. كوب كيك النهارده مش هنعمله بالكيك، هنعمله بالكنافه. شايفين الجمال بقى؟ طريقه سهله خالص ولذيذه. يا سلام بقى على الورد ده. حط لايك بقى عشان خاطر الوردات الحلوين دول. هنا انا جبت نص كيلو كنافه، اللي هي الكنافه اللي هي بتبقى بالمانجا، اللي هي الملونه. هتلاقيها عند اي واحد بتاع كنافه. تمام. هنا القالب بتاعي اللي هو الكوب كيك، دهنته زيت كويس. هنا انا كان معايا القشطه، كنت عاملاها قبل كده وحطها عندي في التلاجة. هنا كل شويه بوريك الورده علشان خاطر تحطوا لي لايك. نزلت طبعا على الكنافه، هنا قطعتها كويس، لازم تقطعيها قطع صغيره. وجبت كده كوبايه سمنه، سمنه بلدي، انت اللي عندك عادي حطيه مفيش مشاكل. ده مش نص كيلو كنافه، ده نص النص. تمام. يعني انا النص كيلو اللي انا جايباه قسمته نصين، ده النص بتاعه. هنا بقى قلبته حلو في السمنه. وبعد كده هناخده نحطه في الكب كيك. على ما اقلب بقى كده حطوا لي لايك، حطوا لايك، حطوا لايك. هنبدأ بقى نقلبه بقى كويس، لازم يشرب السمنة كلها اللي احنا حطيناها. وهنوزعه بقى على الكب كيك بتاعنا كله. هنوزعه، والحواسة دي كلها اللي هتبقى في الكب كيك اللي على القالب بتاع الكب كيك نفسه هنشيله. تمام. هنبدأ بقى نوزعها كلها. والحمد لله الكمية بتاعتي هتشوفي دلوقتي هتطلع على قد القالب بالظبط اللي انا عاملة فيه. وتضغطي كويس جدا وانتي بتحطي، اضغطي جامد علشان تطلع معاكي قطعة كده واحدة تمام سليمة، يعني ما تطلعش ان هي متفرولة معاكي او حاجة. هنا انا ما حطيتش القشطة ليه؟ لان ولادي ما حبهاش وقالوا لا احنا مش بناكلها بالقشطة، فعشان كده استغنيت عنها وما حطيتهاش. تمام كده. وهنا الورد تاني اهو. وهنا بقى بوريكم الطبق. يعني الحمد لله الكمية اللي انا عملتها طلعت على قد القالب بالظبط. هنا هنجيب كوباية زي دي كده، او فنجان، او اي حاجة انت عايزاها. ممكن الايد بتاع الهون نفسه تحطيه وتضغطي بيها كده. تضغطي جامد بقى على قد ما تقدري، وتلمي الحوافي دي كده وتيجي ضغطة. عشان تطلع معاكي متساوية. طريقة جميلة جدا وولادك هيحبوها وشكلها حلو. وهتلاقيها حلوة خالص في الآخر وطعمها جميل. بالنسبة صح للسيرب بتاعها، هتحطي كوبايتين سكر على كوباية مية. تمام كده، كوبايتين سكر على كوباية مية. هنا أنا عملتها. بدأت برضو إن أنا أشيل الحوافي دي على قد ما أقدر، لأن الكنافة بتبقى صعبة. حطيتها في الفرن على نار متوسطة من تحت. وبعد ما لقيتها استوت معايا من تحت وخدت لون، يعني لون هادي خالص كده، بدأت اطلعها على الشواية من فوق، خدت وش من فوق. وده السيرب بتاعي، انا كنت عاملاه قبل كده. كنت عاملة بيه تقريبا كده، يا اما جلاش يا بسبوسة مش عارفة. المهم كان عندي في التلاجة، يعني طلعته دفيته. وبدأت ان انا ازقي بيه الكنافة. شايفين بقى الجمال بتاعها؟ لو لسه بتشوف الفيديو اللي عند دلوقتي حطوا لي لايك، اكتبوا لي كومنت، وشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مش عايزه اقول لكم بقى من تحت، انا حاولت اعملها بس كانت سخنه. حاولت اعملها بايدي ما عرفتش. شايفين بقى عامله ازاي؟ ممكن تحطيها لاولادك في اللانش بوكس هم رايحين المدرسه. ممكن توزعيها لجيرانك، يعني ايه، هتنفعك برضه، مش هتفرول معاكي وحاجه هتشرفك. حطوا لي بقى لايك، واتمنى الفيديو يعجبكم.